الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. إذا ضاقت عليك الدنيا فقل يا رب، إذا تجمع عليك الأعداء فقل يا رب، إذا حار فيك الأطباء فقل يا رب، إذا هجرك الأصدقاء فقل يا رب. قطرة من فيض جوده تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رضاه تجعل الكافر وليا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ينتهي إليه حمد الحامدين، ويزداد لديه شكر الشاكرين. سبحانه وتعالى يرفع أقواما ويخفض آخرين. أدار الأيام ليتعلم الإنسان، وأبدع في الكون ليقر للواحد الديان. يا رب عفوك لا تأخذ بذلتنا، واغفر يا رب ذنبا قد جنيناه. كم نطلب الله في ضر يحل بنا، فإن تولت بلايانا نسيناه. ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا، فإن رجعنا إلى الشاطئ عصيناه. ونركب الجو في أمن وفي دعة، فما سقطنا لأن الحافظ الله. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومصطفانا محمد بن عبد الله، الذي سئل صلى الله عليه وسلم: أين كنت يا رسول الله وآدم في الجنة؟ قال: كنت في صلبه، وخرج من الجنة وأنا في صلبه، وركبت السفينة في صلب نوح، وقذفت في النار في صلب إبراهيم. لم يلتقي أبوان لي على سفاح قط. لا يزال ربي ينقلني من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الذكية مهذبا. لا تجتمع فرقتان إلا وكنت في خيرهما فرقة. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله. أما بعد، إخوة الإسلام والإيمان، موضوعنا اليوم جرائم التحرش الإكلينيكي. موضوع إذا تحدث فإنما يتحدث عن العلم، لكن هذا العلم شغلنا عن ذكر الله. الفيسبوك والنت وما شابه ذلك شغل الناس عن عبادة الله، ولا نقول شغلهم جميعهم، لا، ولكن هناك أناس عقلاء يستخدمون هذا الصامت، لكن يستخدمونه بحذر. ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى ما خلقنا إلا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فبهذا العلم تموج الفتن،
ويكثر الضلال وتكثر الإشاعات ويتكلم الخبيث عن الطيب. والله تبارك وتعالى يقول: والفتنة أشد من القتل. وفي آية أخرى: والفتنة أكبر من القتل. ونبينا صلى الله عليه وسلم يعلمنا: الفتنة نائمة ملعون من أيقظها. نعم، لابد أن نعلم أننا سنحاسب على النقير والقطمير، لأنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولما سأل معاذ النبي صلى الله عليه وسلم: أئنا لمؤاخذون بما نتفوه به يا رسول الله؟ فكان الرد من رسول الله قاسيا على معاذ، قال له: ثكلتك أمك يا معاذ، ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ هذه الدقائق المعلومة وعمرك المحتوم ستسأل عنه يوم القيامة، وتقول: يا ليتنا كنا في ذكر وطاعة لله. لأنه لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن 4: عن عمره فيما أفناه، فيما أفنيت هذا العمر، أفنيته في الضلال والضياع أم أفنيته في ذكر الله والاستغفار؟ كم مرة ذكرت الله؟ كم مرة قرأت القرآن؟ كم مرة أمرت بمعروف ونهيت عن منكر؟ نعم، ونحن في حال وفي زمان، وخاصة هذه الأيام، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلينا حينما تحدث مع أصحابه قائلا لهم: ما بالكم إذا طغت نساؤكم وفسق شبابكم وتركتم جهادكم؟ ويرد أصحاب النبي على رسول الله بيندهشوا من كلام النبي: أو كائن ذلك يا رسول الله؟ الكلام ده هيحصل؟ قال: والذي نفس محمد بيده وأشد منه سيكون. قالوا: وما أشد منه يا رسول الله؟ قال: ما بالكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ قالوا: أو كائن ذلك يا رسول الله؟ قال: والذي نفس محمد بيده وأشد منه سيكون. قالوا: وما أشد منه يا رسول الله؟ قال: ما بالكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ والذي نفس محمد بيده ستكون فتن كقطع الليل المظلم يصير الحليم فيها حيران. لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن 4: عن عمره فيما أفناه، وعن جسده فيما أبلاه. هذا الجسد الذي تملكه ما ملكته من نفسك، ولكن الله هو الذي ملكك إياه. ففيما أبليت هذا الجسد؟ هل أبليته في المخدرات؟
هل أبليته فيما يغضب الله؟ لأنك ستسأل عن هذا الجسد وعن جسده فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ماذا تقول لربك ونحن في هذه الأيام فسق الناس فيتحدث القبيح عن الطيب ويروج الإشاعات، والله يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وهذه الشائعات منذ أن خلق الله الأرض، ففي زمن موسى كما حدثنا القرآن يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. نعم، قالوا عن موسى ما قالوا، لأن بنو إسرائيل كانوا يغتسلون وهم عرايا، لكن موسى عليه السلام لا يغتسل وهو عريان، فقالوا إنه لرجل ذو قليطة، يعني رجل الخصاء بتاعه كبير عنده قليطة. اتهموا موسى كذبا وبهتانا، ودخل موسى الخلاء وجلس في الخلاء على حجر وأدنى ثوبه على جسده، فما كان من الحجر إلا أن أخذ ثوب موسى وطار في الهواء، وموسى يجري وهو عريان ويقول له ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر. فرأى الناس موسى عليه السلام فعلموا أنه سليم ولا حاجة فيه، ونزل قول الله تعالى لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. نعم، إشاعات حتى في زمن موسى عليه السلام، وقيل بأن موسى عليه السلام قام خطيبا في أهله فخطب لهم خطبة عن الزاني المحصن، فقام قارون وقال يا كليم الله وما الزاني المحصن، حد ايه عندك؟ فقال له الرجم. فاستأجر قارون امرأة وقال لها قولي بأن موسى وقع بي أي زنى بي، ليه؟ حتى نرجم موسى عليه السلام. وجاءت المرأة وفي وسط الناس وقالت إن موسى قد وقع بي في جريمة الزنا، فماذا يفعل موسى؟ أمسك بالمرأة وقال لها أستحلفك بالله الذي رفع السماء بلا عمد، أستحلفك بالله الذي شق الأرض والبحر، أنا فعلت بك كذا؟ قالت لا، فبرأته أمام الناس. وينزل قول الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم يخبره لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وليست الإشاعات في زماننا وحسب، لا، بل كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حينما كان يقف الماكرون على أبواب مكة وفي الطرقات يستقبلون الناس
الذين يأتون إلى مكة يؤلبونهم على رسول الله: إياكم ومحمد، محمد كذاب، محمد ساحر، محمد متقول على أشراف مكة. إشاعات، إعلام، لكنه إعلام مضل. إشاعات يشيعونها للناس قبل أن يلتقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي يوم من الأيام يدخل الطفيل بن عمرو، وكان الطفيل كبير قومه، فأمسكوا به على أطراف مكة: يا طفيل، إياك ومحمد، محمد كذاب، محمد ساحر، محمد يدعي النبوة. ووضعوا في أذنيه قطنا حتى لا يسمع، حطوا له قطن في ودانه علشان ما يسمعش، ولكن شاء الله أن يسمعه، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. شاء الله أن يسمع الطفيل بن عمرو، وسمع الطفيل بسورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ودخل الكلام في قلبه وقال: أين محمد؟ وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا محمد رسول الله. ولكن يا رسول الله، أريد علامة لي أرجع بها إلى قومي حتى يصدقوني. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل الله له جبهة مضيئة. لما كان يمشي في الظلام قم جبهة الطفيل بن عمرو تبقى منورة زي الكهرباء. فقال: يا رسول الله، إنها سبة، لو رحت للقوم بتاعي وأنا الجبهة بتاعتي منورة دي سبة، فادعوا الله لي أن ينقلها في مكان آخر. فدعا له صلى الله عليه وسلم فنقلها الله له في عصاته، فكان صاحب العصاة المضيئة يمشي العصاية بتاعته منورة، يمشي العصاية بتاعته منورة. ورجع إلى قومه ودعا إلى الإسلام وقال لأهله: إذا مت فدعوا هذه العصا بين كفني وبين جسدي ألقى بها ربي. ويقول صلى الله عليه وسلم: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان حي لا يموت. ابن آدم اعمل ما شئت كما تدين تدان، أو كما قال: التائب حبيب الرحمن والتائب من الذنب كمن لا ذنب له.